غادي نهضر على مهرجان دراما تلفزيونيه بمدينه مكناس، ولكن قبل ما نهضر عليه بغيت نقول لهم ام سو سوري. 12 عام وانتم كديروا في مهرجان وانا ما سيقاش لكم الخبار. كون ما عرضتوا على دحاسي انا ما نسقش لكم الخبار. صراحة أنا فرحانة بزاف. أول حاجة بغيت نشكر الناس ديال التنظيم على الدعوة، شكرا لهم بزاف بزاف. أنا فرحانة أصدقائي بزاف لحقاش هي في اليوتيوب وأنا في اليوتيوب ياكو، وباش تا أنا يعرضوا عليا في المهرجان عرفت شنو خصني ندير. عملية جميلة الأصدقاء، ببوشة إن شاء الله تولي بطيخة. وقتك جا وأنا مضاربة من مقدمة ابن خلدون. قولي هي خاصني غير مؤخرة التراكس توتي غا تري بيان. وبقاو تشوفوا فيا بحال هكا، راه عييت بهاد الوقفه. واحد بغى يدير الصرف الاصدقاء. ان شاء الله غادي نولي ممثله. كاين واحد العمل تلفازي ولكن ما نقدرش نهضر عليه دابا باذن الله توصل ساعته ان شاء الله. عمل تلفازي يا اصدقائي، ابداو نشوفونا نحاسي في التلفازه. ما تقوليهاش، ما تقول لنا والو، خلي لنا سيربرايز. يا اعداء النجاح بقاو شوفوا فيا بحال هكاك. حسدونا واو اصدقائي، واو الشهرة والاضواء، شيشة الباقص. نعم مشاهدينا ومتابعينا المشاهدين كما كتشاهدوا معنا. يا ويلي شوفوا راجلها براد العبيط شاد لها في يديها، مالها غتهرب غيسرقوها لك. تلاق السيده خلاها تعيش لحظات الجميله ديال الشهره. بعدا انا جبيه فيها سيليباتير، تصور مع من بغيت كيما بغيت وقت ما بغيت. متواجده مع الفنانين اللي من الصغر انا كنشوفهم وكنتبعهم، وهذا وجا واحد النهار اللي وليت جالسه وسطهم، وهذا فهذا شرف ليا. وكنتمنى ان شاء الله ما تكونش اخر مره غادي نحضر لهذا المهرجان. كنتمنى ان شاء الله نعاود نرجع ليه العام الجاي والعام اللي موراه. لا ما تكونيش طماعه. العام الجاي والعام اللي من وراه، العام الجاي يعيطوا لواحد اخر. لا ماشي انا، من هنا اللي خصني ندير العمليه ونتسنى مؤخرتي تتبرد. بغاف الاصدقاء قصتي طويله، يعيطوا على هذيك خيتي، هذيك زوجة رئيس طرمانيا، هذيك ما عرفت سميتها صوفيا شي حاجه، هذيك اللي كدير اللحسه ديال سميتو. بغاف كتبوا لي في التعليق. وتوضح إدارة مهرجان مكناس للدراما التلفزية لعموم المتابعين لفعالية المهرجان أن هذه السيدة المذكورة لم تتلقى أي دعوة رسمية من أي جهة تنظيمية. ويلي إدارة المهرجان تستدعي الضيوف ديالها، المشاركين، الممثلين، الفنانين، المخرجين، لي سيناريست اللي مشاركه الاعمال ديالهم في المسابقه الرسميه، هما اللي كتتم لهم الدعوه عبر الايميل. وكنظن بانه الا توجد شي دعوه عاديه ديال الجمهور، فهذوك الدعوات اللي تنفرقوهم على الناس العاديين كاملين، فاحنا تنفرقوا واحد 500 دعوه على الجماهير باش كتحضر المهرجان طيله 500 دعوه اللي كتخرجها الاداره. هذه الجمهور خاصك تكون فنان قبل كل شيء، وماشي غير فنان وصافي تحمل بطاقه فنان، لا تكون مشارك في احد الاعمال مقدمه في هذا المهرجان الاصدقاء، وكتعطوا لهم ايميل بالاسم. اما الناس العاديين اللي بغاو يدخلوا كجمهور فعندهم الحق، فوالا كيعطيكم واحد البطاقه ديالها بحال هكا كتعاود تدخلوا بها. والشخص اللي كيقول بانه راه تلقى دعوه، ديك الدعوه ديال الجمهور. نعم. انا ما بغيناش شي حد يتبلى على المهرجان. اذا داك الطابي روج خاص بالفنانين والمهنيين. فعلا هو خاص بالفنانين والمهنيين، واي شخص ممكن يتفوفل ويدخل في واحد هذا عادي جدا. هي بغات تقول لنا انها متطفله، تفوفيلات ودخلات، ولكن ما مخبياش الاصدقاء. اول داز فوق البساط ما يقول لي حتى واحد احمر قرونه فوق البساط القرونه ياك هي والزوج ديالها، واستقبلتيهم نتايا مدير المهرجان. خصوصا انني لا اعرف هذا الشخص باش نحبسه ولا نسلم عليه ولا نلقاه ولا. هو اللي استقبلهم ولكن يسلم عليهم وبحال علق السيد طار. نعم اقسم يمينا لا اعرف هذا الشخص اللي كنتكلم عليه.
امنا بالله. شوفوا اصدقائي من الاخر، انا مش ديك اللقطه ديال سلم عليها وطار علق، دارني راسي اصدقائي. داكشي علاش تواصلت مع المصادر الخاصه ديالي وعرفت واحد المعلومه اللي ما تلقاوها في حتى بلاصه غير في قناتي. دابا هو اصلا الى حققتو فيه مزيان، هو سيد ممثل مغربي اصلا، فنان، راه فايت دايز في التلفازه بزاف الاعمال التلفزيونيه، وهو عارف هذوك الاعمال المشاركه في المهرجان ياكو، وعارف حتى الفنانه اللي عارض عليهم بحكم هو واقف على المهرجان دو ا زد. فمنين شافها سلم عليها، حقق فيها وعلق. غير هو السؤال المطروح، لماذا علق؟ وعلاش علق؟ علاش يهرب؟ شافها ما عرفهاش، يقول لها الاخت اش كديري في البيصات، ولا ردة الفعل ديالو كانت غريبه جدا الاصدقاء. واحد اللي مؤثرة جات المهرجان بدون أن يتم استدعائها من طرف إدارة المهرجان، ندى حسي، وموراها تلاحظوا أن الحمد لله مدير وإدارة المهرجان تم الطرد ديالها مباشرة، لا في المهرجان لا في يوم الافتتاح، واخا هكاك جات حتى لوطيل. وركزوا يا اصدقائي على واخا هكاك جات اللوطيل. اصدقائي راه خاص وجهك ماشي يكون سنطيحه ولا صنداله باش دير هادشي، خاص وجهك يكون صباط مقمقم. جات تميمي راه ضروري ضربي، جات تاكل، جات تعشى. وشنو كانوا دايرين العشاء؟ عارفه ما عندها حتى علاقه بالموضوع، ولكن بغيت نعرف، فضول شخصي. اللي حطوا العشاء وهذا جا داخلين بدون دعوه دخلوا هذا، ولكن الحمد لله تم الطرد ديالو. ناري فرشه. ماشي هي ما فناناش واعتبرت راسها فنانه، هي جات لهنايا المهرجان في الافتتاح اعتبرت راسها فنانه، اعتبرت راسها راه شي حاجه، وهي بالعكس هي كدير الشوها وهذا. غير هو دخيني انايا فين شايفاه في شي بلاصه. لا الجمهور ديال الكناس ولا هذا يعني ربما سمعتوا كيتمنى انها تخدم معاهم. لا الجمهور ديال الكناس ولا هذا يعني ربما السلام عليكم. اليوم معنا وكتعتذر لساكنة مدينة الكناس. انا ما فهمتوش القصد ديالي، انا كنهضر على الشغل، هو كان صار بلادي الثانيه راه قريبه ليا، فمن هذا المنظر كنعتذر للجمهور الغزال المكناسي وكنبغي يكون بزاف وراه رجال. شكرا. هذا هو اللي كيسميوه اصدقائي ذو الوجهين. قال لك كدير الشوها، الضحكه واصله ليه حتى الودنين. دابا ما خايفش من الشوها ومنابر تماك مزومين عليكم وانت بارك، ما بقيتش فاهمه والو اصدقائي. مدير المهرجان قال لك هذيك متطفله وكنشوفوه بام العين كيستقبلها على البساط القارونه. هو دخينا قال لك جراو عليه من العشاء حيت ما عندهاش اصلا الدعوه وجايه الفندق تعشى مع الفنانين الكبار، وفي نفس الوقت الاصدقاء كنلقاوه ضروري من لا فيرسيون ديال ندى حاسي. وما تخموش اصدقائي ما عطلتهمش البارح، خرجت لهم في نصاصات الليل الناس اللي كيهضروا وكيصيفطوا لي ميساج الدعوه باش ودخلت بعزي ودزت من طابي غوج وطلعت للمنصه واستقبلني المدير والسيكوريتي مشى جنبي حتى دخلني القاعه وجلسني في بلاصتي. لاحظتوا هذاك الشيء اللي شاده، هذيك راه دعوه ورقيه، هذيك هي الدعوه ديال الجمهور هذا، ولكن هي كتقول منظمي المهرجان. تقدر تكون وحده بيعاتك العجل قالت لك انا من منظمي المهرجان، ولكن راه الدعوه اللي عطاتك ماشي دعوه ديال الفنانين. هو الفنانين اصلا خاصهم يكونوا فنانين مشاركين، وهي كتقول لك انا فنانه وعندي عمل درامي يا الاصدقاء. انا ما بقيتش عارفه شكون غنتيق ياك. دابا انا كنحمل المسؤوليه كامله ديال هاد الهضره هادي لذاك المدير ديال المهرجان. تابعك قانونيا، والله حتى غنتابعك قانونيا. قفر الصقع مدير المهرجان. شوفوا مدير المهرجان والله ما كضحك،
والله ما كنضحكش، ديك الشكايه غادا جايه المحكمه روتينها اليومي زايد الروتين الاخر. من الاخر تسنى قريبا دعوه. وشوفوا بحال والو دابا وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو تكون تحطات به شكايه. وشوف حمد الله وشكرا المدير احترماتك ملي دارت بك شكايه، اما كون راه شداتك مرمدات بك اليوتيوب المغربي. غير هو اصدقائي كيما خرج المدير خرج لينا شي فنان ويقول لنا واش كاين فعلا شي عمل درامي تلفزي، ورا التلفزه ديالنا راه كنخلصوا الضريبه اهو. عرفتي هاد السيربرايز كيبان في المهرجان ردة الفعل ديال الناس، وراه بنادم طاح وما بقاش قاد يوقف والدنيا قعدت وما بقاتش ناضت. فلا كانت شي حاجه قولوها ليا دابا انايا باش نوجد اصدقائي نفسيا. من الاخر